يتجول على سفوح الجبال بحثا عن أوكارها، يطاردها من جبل إلى جبل، لا يكترث لارتفاع تلك الجبال أو انخفاضها، فالمهم لديه هو الوصول إلى الهدف الذي لا يعد فقط صعب المنال للغالبية العظمى من الناس، بل إنه يندرج تحت بند الخيال وربما الكابوس للكثيرين. ايوه بيجي زي هيك 4 اصابع من قدام زي هيك، ايوه وبيجي وسيع مو زي الهب. ايوه شايف هذا مش ضبع واحد لحاله، هاي 2 3 تلاقين هاي ضبعه بجري والده وراها ولادتها، شايف لانه فعلا في ضبعه. راضي العوض المواطن العجلوني احترف مهنة مهاجمة الضباع في أوكارها، لا يأبه بما يطلق على تلك الحيوانات من صفات مرعبة كالافتراس والانقضاض على الفريسة وتقطيع أوصالها، بل إنه هو الذي أصبح يشكل مصدر رعب للضباع التي تتخلى عن شراستها أمام هذا الشخص الذي حير الجميع بهوايته المحفوفة بالمخاطر. هاي المسحرة تبعه، هاي البيت تبعه، هاي الأثر تبعه، بس الأثر زي ما تقول يعني مش لهذاك الدرجة، يعني ممكن معمري ممكن شو معمري، المفروض نشوف جوا وإن شاء الله على الله النبي. بدي أفوت ساعة نشوف كيف. راضي الذي أصبح ملاذا للكثيرين ممن يئنون تحت وطأة الهجوم المستمر للضباع على أغنامهم وممتلكاتهم. يعني شد أقول لك الغنم بالبطين هذا المصري بطل يحم ينام بالخلع عند المواشي، كل يوم حي على الصلاة حي على الفلاح يذبح له شهشين وياخذهن وكلاب، أكلوا الكلاب ما خلى على اللي قدامه واللي وراه، يعني كل يوم انه مخرب الدنيا كل يوم. يبدأ رحلة القبض على الضبع بتقصي أثره بين الجبال حتى يصل إلى ما يسمى بالموكرة، لتبدأ بعدها الحلقات الأكثر رعبا عندما يبدأ بالزحف إلى الداخل طالبا من مساعديه إغلاق باب الوكر بالحجارة فور دخوله، وذلك خوفا من هروب الضبع. الساعة اللي احنا سكرنا عليه هيك هو فات جوا، الساعة عملية انه شو جوا بساوي بربط الضبع وبلجمه، وبس يطلع الصوت تاعه انه افتحوا لي الباب نفتح الباب ونطلع الضبع من جنب الضبع نضل سهلين. هي الضبع طلع، دير بالك. ما عرف. دير بالك يا اخوي، دير بالك. توكل على الله. شوي كان لو انه كبير شو بدي اسوي؟ خلوا بعد الذكر شايف، اما راح يحصل عليها ان شاء الله كل يوم، لان نفس المنطقه بنفس بالك هدا. لا طبعا لو معنا شويه مي، معاكم شويه مي يصير، هات لي قزازه المي، هات لي قزازه مي عطشان قد ما عصر حالك، لانه هاي شايف عطشان طبعا هوقف. هذا عطشان طبعا بسقيهن انا، بطعمهن بروضهن وبرقيهن عطشان شايف. هذا اذا كانت له العطش كيف بعد عن الجوع. وما أن ينتهي راضي من مهمته حتى يقوم باستهلال خطوات الترويض، ومن ثم اصطحابه إلى منزله حيث يعد مكانا مخصصا لفرائسه من الضباع.
هذا جديد. عملية مطاردة الضبع استمرت تقريبا 4 إلى 5 ساعات. استطعنا في النهاية مسك الضبع الذي سبق وأن شكى منه جيران